هيك صارت طبختنا جاهزة. تحمر الوش ومن أحلى ما يكون، طعمة بتجنن. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم وين ما كنتوا. معكم مي من مي بليتس. اليوم رح أعملكم أكلة كتير طيبة وظريفة. هي كرات اللحمة المحشية جبن ومحطوطة بصوص شوربة البصل. خلينا نقلكن على المكونات. أول شي عندي هون لحمة مفرومة، حاطط لها بيضة وطبعا فوقها معلقة خل، بصلة ناعمة، ملح، فلفل، وكعك مطحون يلي هو بقسماط، وعنا بطاطا مقلية مشمعة تشميع مو حمراء، وعنا جبنة مكعبات مشان احشي فيها الكرات، وهي المبروشة مشان نحطها على وش الطبق. وهلأ خلونا نبلش ندعك الحشوة تبعنا. اللحمة مع البصلة مع البيضة، وبعد ما دعكناها كتير منيح بنحطها شوي، بنتركها بالبراد لحتى تتماسك شوي مع الكعك المطحون مشان احسن شكلها برياحتي. وهلأ رح نبلش نساوي كرات اللحم. بعدين ناخد كل وحدة رح ادهن ايدي شوي زيت مشان ما تلزق. هي محشية الجبنة، وهلأ بنروح نقليهم شوي بس شوي. وهلأ بنحطهم على النار بس لياخدوا شوية لون. بنحركها بنقلبها لتاخد لون من كل الجهات. هيك صارت معنا تمام. وهلا رح نعمل الصوص يلي هو شوربة البصل، معلقة سمنة حيواني كمان او زبدة يلي بتحبوا، وشي 4 بصلات كبار. بقلبهم لحتى ياخدوا لون زهر، ما بدي اياهم يحمروا. وهلا صار لون البصل ذهبي، ما بدي اياه يحترق ابدا شي ياخد لون. رح اضيف الطحين الشوفان، بتحبوا عادي بس انا بحب طحين الشوفان كمان ليتغلفوا. وانا بحب اضيف مرقة دجاج، مرقة لحمة يلي بتحبوا. وبعد ما ضفت المرقة بحركهم منيح لحتى تروح كل التكتلات. بس يبلشوا هيك يغلوا معي. انا طبعا مظبطة ملح المرقة، بس يستووا بخلطهم بالخلاط مشان يصيروا ناعمين. هلا رح وطي تحتهم واتركهم يستووا. وهلا عنا صوص شوربة البصل يلي بعد ما سلقته خلطته، ضربته بالبلندر مشان يصير ناعم هيك. ورح ضيف هلا شوربة البصل فوق الخليط. اخر خطوة جبنة موتزاريلا، وعلى الفرن فورا بس ليحمر الوش، ما بدها كتير مشان ياخد شكل حلو. يعني بدها 10 دقايق من فوق ومن تحت على حرارة 180 ليغلوا شوي البطاطا مع الصوص. وهيك صارت طبختنا جاهزة. تحمر الوش ومن أحلى ما يكون، طعمة بتجنن. شوفوا لي مظرفة. حط الصوص مع شوية بطاطا، قدموها مع رز أبيض، وما رح تصدقوا ما أطيبها لتجربوها. اكتبوا لي بالتعليقات وحبيتوها، شو بتحبوا ساوي لكم مرة تانية. ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة. ألف صحة وهنا.